السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غدوة اسرع منها مفيش، وكالعادة ما توقفناش كتير في المطبخ، وكمان تفتح النفس جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البصارة بطريقة سهلة وبسيطة وكمان سريعة جدا، ما توقفكيش كتير في المطبخ. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي، لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت ما تنسيش الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش اللايك. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة عندي ربع كيلو من الفول المدشوش المغسول كويس قوي ومتصفي، عندي بصلاية ارباع، عندي حوالي 3 فصوص من الثوم، عندي حزمة كزبرة خضراء متقطعة صغير، وعندي هنا التوابل بتاعتي: كمون، كزبرة، فلفل مكعب من المرق، ورشة بسيطة جدا من الملح. عندي في حلة هنا على البارد هحط الفول المدشوش بتاعي، وهنزل عليه كمان بالخضار زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهنزل عليه بس ب3 فصوص من الثوم، وباقي كمية الثوم هركنها عشان استخدمها للطشة بتاعتي في الاخر زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعدين هنزل بالتوابل بتاعتي كلها ومكعب المرق. بعدين هنزل عليهم بمية باردة، ايوه مية باردة، انا بسلق كل البقوليات بتاعتي في مية باردة. تمام. بعدين هرفعهم على النار زي ما انتوا شايفين كده معايا، واديهم تقليبة كويسة جدا، واسيبهم هنا يغلوا مع بعض. واول ما تغلي البصارة بتاعتي هبتدي هدي النار عليها عشان تستوي كويس وتتهري كده مع بعضها كويس قوي. تمام. هنا بقى هعمل البصل المحمر بتاعي زي بصل الكشري كده. عندي حوالي ربع كيلو من البصل المتقطع جوانح رفيعة، او حوالي 3 بصلات كبار متقطع جوانح، عليهم معلقة كبيرة من الدقيق، عليهم ربع كوباية من الخل. هقلبهم مع بعض تقليبة كويس قوي، وهركنهم مع بعض كده حوالي ربع ساعة او 10 دقايق. هرجع تاني للبصارة بتاعتي. هنا كان التوم اتهرى تماما معايا، والبصل زي ما انتوا شايفين كده بيتقطع معايا بالمعلقة بكل سهولة. هسيبها بقى تبرد تماما، هي كده استوت. هسيبها تبرد تماما. هنا هحمر البصل بتاعي في طاسة على النار فيها زيت سخن. هنزل بالبصل، كمية البصل بتاعتي كلها، وهسيبه هنا يتحمر. تمام. من وقت للتاني طبعا بديله تقليبة لغاية لما ياخد اللون الذهبي الفاتح معايا، مغمقش لون البصل عشان لما بيقعد بعد ما بيطلع من النار بيغمق اكتر، فبطلعه فاتح، وهو لما بيقعد في الهواء بينشف. تمام. وبيقرمش كمان. هنا كان اخد اللون اللي انا عاوزاه، بديله تقليبة كده اخيرة. بعدين بطلعه على طبق كده مسطح عليه مناديل مطبخ، وافرده، اطلعه كده اصفيه الاول كويس جدا من الزيت. بعدين افرده على الطبق بتاعي كويس قوي، واسيبه لغاية لما ينشف ويبرد ويقرمش لوحده من الهواء. تمام. في نفس الزيت، ما غيرتش الزيت، هنزل بقى بكام قرن فلفل كده اقليهم عشان اقدمهم جنب البصارة بتاعتي. اكلات بقى زمان، اكلات ستي واكلات امي، ربنا يدي امي الصحة ويرحم جدتي يا رب، الاكل اللي كان يفتح النفس جدا. هطلعه بعد هنا ما اتحمر معايا على شبكة، واديله رشة من الملح. هنا البصارة بتاعتي كانت بردت تماما. طبعا لو عندك هاند بلندر تقدري تضربيها عادي وهي في الحلة، بس انا هنا سبتها تبرد تماما وبعدين ضربتها في الخلاط بتاعي. بعد ما ضربتها رجعتها تاني على الحلة، طبعا كنت غسلت الحلة كويس قوي ورجعتها على الحلة بتاعتي. هنا هعمل بقى الطشة بتاعتي، او هفرم مكونات الطشة بتاعتي. هنا عندي كمية التوم اللي كانت باقية مني من الاول، وهحط عليهم كمان كزبرة خضرة متقطعة صغير حوالي حزمة. هفرمهم فرم خشن شوية. بعدين هحط طاسة على النار فيها معلقة من السمنة، وهنزل عليها بالثوم والكزبرة بتوعي. تمام. زي ما انتوا شايفين معايا كده.
طبعا الكزبرة الناشفة حلوة برضو، بس انا بحب اطش البصارة بتوم وكزبرة خضراء، بجد بتبقى طعمها تحفة. هنزل عليهم كمان برشة من الملح، تمام زي ما انتوا شايفين كده معايا. وهنزل عليهم بحبة من زيت البصل اللي حمرنا فيه البصل، بتنقل طبعا الطعم في حتة تانية. وهنا البصارة بتاعتي على النار، بديها كده غلوة بعد ما ضربتها في الخلاط. بحمر التوم بتاعي لغاية لما التوم بتاعي ياخد اللون الذهبي كده زي ما انتوا شايفين، تمام. هنزل بقى عليهم بكبشة من البصارة. الله الله على الروايح، بجد روايح زمان الجميلة. زهقنا بقى من اللحمة والفراخ، نغير بقى شوية. الريحة كانت جبارة يا بنات، جبارة. يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. هنزل بيهم بقى على الحلة بتاعتي، اكلنا المصري البسيط السهل اللي يفتح النفس جدا طبعا، تمام. هنا كنت غرفت الغدا بتاعي، وهنزل عليهم طبعا بالبصل المتحمر بتاعي، كان قرمش جدا، يا رب الصوت يكون طلع. وقدمت جنبه الفلفل المقلي وكمان بتنجان مخلل. يا رب تسلم ايديكم وعيونكم مقدما على اي حاجة بتعملوها، ويا رب تجربوا وصفتي ان شاء الله وتعجبكم. وما تنسوش تحطولي لايك لو الفيديو بتاعي عجبكم. الله، بجد الله، بحبكم جدا في الله. مع السلامة.